انت فاكر ان وجود المسلمين في اوروبا كان بس في الاندلس؟ لا، لكن في حكايه اتدفنت تحت جبال الألب. تعال احكي لك. سنه 889 ميلادي، سفينه صغيره وصلت سواحل بروفانس جنوب فرنسا. ما كانش جيش عظيم ولا حاجه، مجموعه مقاتلين من الاندلس والمغرب نزلوا عند مكان اسمه فرخ شنير. المكان ده كان مجرد جبل وغابه، محدش كان شايف له قيمه، لكن هم شافوا فيه مفتاح اوروبا. حصنوا الجبل وسيطروا على ممرات الألب. طبعا اللي يملك الممرات هيتحكم في الجيوش والتجاره من جنوب فرنسا لشمال ايطاليا لسويسرا لغرب النمسا حتى اطراف جنوب ألمانيا. اسمهم لوحده كان مرعب في المصادر اللاتينية، كان اسمهم السراسين. طب لو ملوك أوروبا كانوا عايزين يعدوا بجيشهم، لازم يحسبوا حساب رجال جايين من ورا البحر، إتاوات تدفع وممرات تغلق، والطريق بين إيطاليا وفرنسا بقى تحت عينيه. قرابة قرن كامل إمارة إسلامية في قلب أوروبا. لكن للأسف سقطت سنة 972 ميلاد لما اتحدت قوى بروفانس ضدهم. لكن الفكرة تفضل، مش دايما اللي معاه جيش ضخم هو اللي بيحكم، لا، احيانا اللي فاهم هو اللي بيمسك رقبة القارة او الحكم. وبس كده يا صديقي، وما تنساش تدعمني وقول لنا في الكومنتات تحب تسمع ايه في الفيديو الجاي. سلام.